لانه يشتغل بتقنيه واحده، تقنيه حبس الماء. لو تقارنون مرطبات ثانيه مثل البيبانثين يشتغل بتقنيتين، حبس الماء وجذب الماء. اذا الفازلين ما يرطب عدل الا اذا حطيته قبل على الجلد ماء او كان الجلد اساسا رطب قبل ما تحطون الفازلين. وكذلك لوحظ ان الفازلين يسبب سمار في البشره اذا حط الشخص وطلع في الشمس. نصيحتي لا تستخدمون الفازلين كمرطب، في خيارات افضل اليوم. الاجيال القديمه كانوا يستخدمون الفازلين لانه ما كان في خيارات. اليوم في خيارات افضل وارخص او نفس سعر الفازلين وحتى مجانيه في وزاره الصحه. مثل الفازلين يعتبر خيار سيء لعده اسباب. السبب الاول يعتبر مستحضر ثقيل، يسكر المسام ويطلع حبوب، لذلك دائما ننصح اذا حطيته على الاقل لا تحطونه على الوجه. حتى من حيث الترطيب يعتبر سيء لانه يشتغل بتقنيه واحده، تقنيه حبس الماء. لو تقارنون مرطبات ثانيه مثل البيبانثين يشتغل بتقنيتين، حبس الماء وجذب الماء. اذا الفازلين ما يرطب عدل الا اذا حطيته قبل على الجلد ماء او كان الجلد اساسا رطب قبل ما تحطون الفازلين. وكذلك لوحظ ان الفازلين يسبب سمار في البشره اذا حط الشخص وطلع في الشمس. نصيحتي لا تستخدمون الفازلين كمرطب، في خيارات افضل اليوم. الاجيال القديمه كانوا يستخدمون الفازلين لانه ما كان في خيارات. اليوم في خيارات افضل وارخص او نفس سعر الفازلين وحتى مجانيه في وزاره الصحه. مثل